بطاقات التخفيض التي تصرف للناس ويستفيد من يقتنيها التخفيض في الأسعار، وهي تنقسم إلى 3 أنواع. النوع الأول بطاقات التخفيض متعددة الجهات، ومعنى هذا أن التخفيض لا يكون من جهة واحدة، بل قد يكون من 7 جهات 8 جهات 70 جهة. إذا ذهبت إليها فهناك صيدليات، هناك مثلا محلات بقالة، هناك محلات ملابس، كلها مشتركة في هذه البطاقة، وتسمى ببطاقات التخفيض العامة. تسمى ببطاقات التخفيض العامة، ويشتريها المستفيدون. يعني هناك شركات تبيعها للناس، تكون مثلا لمدة سنة تشتريها ب100 درهم، ثم لك أن تستعملها هذه السنة في التخفيضات. والنوع الثاني بطاقات التخفيض من جهة واحدة، وتسمى ببطاقات التخفيض الخاصة. بطاقات التخفيض الخاصة مثلا صيدليات معينة تابعة لشركة واحدة تصدر بطاقة، إذا ذهبت إلى هذه الصيدلية تنال تخفيضا، وهذه البطاقة يشتريها المستفيد. يشتريها المستفيد، فتقول سلسلة متاجر كذا تعلن عن توفر بطاقة تخفيض بواقع 10% على المشتريات برسم وقدره كذا، فإذا أردت تذهب وتشتري هذه البطاقة. الفرق بين البطاقة العامة والبطاقة الخاصة ظاهر جدا، وهو أن البطاقة العامة فيها جهات متعددة وليست جهة واحدة، أما البطاقة الخاصة فلا تستفيد من التخفيض إلا في جهة واحدة. والأمر الثاني أن الأطراف في البطاقات العامة 3: المصدر للبطاقة، والمحلات التي تخفض، والمستفيد. فالأطراف 3، لأن هذه البطاقة ما تصدرها يعني الجهات التي تخفض، وإنما تصدرها شركات. فعندنا جهة مصدرة للبطاقة، وعندنا الشركات التي تخفض الأسعار، وعندنا المستفيد. أما هذه البطاقات العامة. أما البطاقات الخاصة فطرفان: الشركة التي تخفض، لأن التي تصدر هي التي تخفض، والمستفيد. وبالنسبة للأحكام فبطاقات التخفيض العامة التي تتعدد فيها جهات التخفيض وتكون برسوم يدفعها المستفيد، أكثر العلماء المعاصرين على أنها محرمة وعلى أنها لا تجوز. وأفتى بهذا جمع من أهل العلم، منهم اللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء في السعودية. لماذا؟ قالوا لأن هذه البطاقات تتضمن الاستئجار، تتضمن الإجارة. كيف تتضمن الإجارة؟ يقولون إن الجهات التجارية التي تخفض تستأجر الشركة المصدرة لإصدار هذه البطاقة، وهذه الإجارة لا تجوز. لماذا؟ لأن فيها جهالة، لأن فيها جهالة. فالاستفادة بمقدار استعمال العميل، والعميل قد يستعمل البطاقة وقد لا يستعملها، قد يستعملها مرة أو مرتين، وقد يستعملها 100 مرة، ففيها
جهالات وغرر فهي لا تجوز. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن العميل يبذل المال مقابل المال، يبذل المال مقابل المال، فهو يبذل مثلا الرسم الذي هو 100 درهم. لماذا؟ لأنه يريد البطاقة. يبذل 100 درهم من أجل التخفيض، وهذا التخفيض مال وهو مجهول، وهذا لا يجوز. طبعا في تفصيلات فيما يتعلق بالأجرة لا أحب أن أطرحها، يكفي أن نعرف المعنى العام، وهو أن هذه فيها إجارة بين الشركات المخفضة وجهة الإصدار، وهذه الإجارة تتضمن جهالة، وهذا لا يجوز. ومن جهة أخرى أن المستفيد يبذل المال من أجل المال، والمال الذي يبذله معلوم، والمال الذي يستفيده مجهول، وهذا لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا وجه للقول بجوازها. وأما بطاقات التخفيض الخاصة، ولاحظوا يا إخوة أن لا زلنا نتكلم عن البطاقات التي برسوم. نحن ذكرنا نوعين: البطاقات العامة والبطاقات الخاصة، وكلاهما برسوم. فقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها كالبطاقات العامة لا تجوز، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء في السعودية، وأنه لا فرق بين بطاقات التخفيض العامة وبطاقات التخفيض الخاصة في الحكم، بل كلها محرمة، إذ علة التحريم موجودة هنا أيضا. من جهة ماذا؟ من جهة أن العلاقة بين العميل المستهلك والشركة المخفضة إما أنها علاقة إجارة، فهو يستأجر منهم هذه البطاقة برسم مقابل منفعة، وهذه المنفعة في الحقيقة مجهولة، قد يستعمل التخفيض وقد لا يستعمله، قد يستعمله مرة أو مرتين، وهذا لا يجوز في الإجارة. وإما أنها بيع، يشتري هذه البطاقة، وهذا الشراء في الحقيقة لما فيها من التخفيض، فهو شراء مال بمال لا يعلم تساويه، بل يعلم تفاضله، وهذا لا يجوز. وذهب بعض العلماء إلى جواز هذه البطاقات الخاصة، ولكن اشترطوا لذلك شروطا، منها أن تكون نسبة التخفيضات معلومة، أن تكون نسبة التخفيضات معلومة وبمدد معلومة، فيقولون يدفع 100 على أن يكون التخفيض 10% بما لا يزيد عن كذا لمدة كذا. وهؤلاء كيفوها على أنها إجارة، يعني أن 100 التي تدفعها مقابل البطاقة أجرة، وعلى هذا ما فيه إشكال إلا من أجل الجهالة، فقالوا نحاول أن نقيد هذه الجهالة، نقيد هذه الجهالة بأن تكون نسبة التخفيض معلومة وعلى قيمة معلومة ولمدة معلومة. وهذا في الحقيقة صعب أن يقع، صعب أن يقع، ولا يوجد في التخفيضات
الخاصة. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن بطاقة التخفيض التي يدفع المستفيد مقابلها رسما وقيمة مالية لا تجوز، لأنها لو كانت إجارة فهي متضمنة الجهالة التي تبطل الإجارة، وإن كانت شراء فهي تتضمن الربا، فهي لا تجوز والله أعلم. بقي النوع الثالث، وهو ما يسمى ببطاقة المكافآت. ببطاقة المكافآت، وهي بطاقة مجانية تصدر للعميل ليستفيد منها، والأصل في هذه البطاقات أنها جائزة، لأن حقيقتها التخفيض. ألا ترون أيها الإخوة أن الصيدلية مثلا تعلن عن تخفيضات، تقول تخفيضات في الأسعار للعملاء من أجل أن يشتري الناس منها. بطاقة التخفيض التي لا يدفع الإنسان مقابلها شيئا نوع من أنواع التخفيض، ولكنه ليس تخفيضا عاما للناس، وإنما تخفيض لهذا العميل، وهي ليست معاوضة، وإنما هي تبرع من الشركة لتستفيد. فهذه البطاقات جائزة كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في التابعة لهيئة كبار العلماء، لأنها تبرع لا محظور فيه، تبرع لا محظور فيه. وعليه فبطاقات المكافآت التي تصرف للعملاء هدايا مجانية بدون مقابل جائزة، ويجوز للإنسان أن يستخدمها ويستعملها حيث شاء.